لو أنت صانع محتوى أو حتى بتفكر تقدم محتوى، فأنا جاي أقول لك النهاردة إن جودة الصوت بقت مش رفاهية، بقت من أساسيات نجاح أي فيديو. ممكن يكون عندك أفضل كاميرا وأوضح صورة، لكن لو الصوت فيه تشويش أو جودته حتى ضعيفة، المشاهد مش هيقدر يكمل الفيديو حتى لو محتواك كويس. وهنا بيكون التحدي الأكبر، خصوصا في بداية المشوار، لما تكون ميزانية محدودة ومش قادر تشترك في مركز احترافي أو حتى معدات غالية. عشان كده أنا النهاردة جاي أوريك إزاي تطلع جودة صوت احترافية باستخدام مايك الموبايل العادي وبأسهل طريقة عن طريق الذكاء الاصطناعي وبموقع واحد بس. يلا بينا نبدأ الشرح، ولكن قبل ما نبدأ ما ننساش تصلي على النبي. كل اللي احنا هنعمله هنروح على السيرش جوجل، حلو، هنكتب أدوبي بودكاست وهندوس سيرش. هنفتح أول موقع معانا، فتح معانا موقع. من هنا هنختار حاجة اسمها انهانس سبيتش، حلو. الموقع جميل لحد دلوقتي. لسه مجاني يعني، فاحنا عايزين نستغل الموقع الفترة دي، لأن أعتقد فيما بعد هيبقى الموقع ده مدفوع. وهو الموقع في الفترة المجانية بيدينا ساعة كل يوم، حلو. فدي أعتقد إن هي كافية جدا يعني، مش هنحتاج نشترك. كلام جميل. حلو، هنا هنختار دي اللي هي الأدوبي انهانس سبيتش. ممكن لو عايزين نسجل ريكورد اونلاين على طول هنختار دي، تمام. لكن انا مسجل الريكورد وجاهز معايا على طول، فاختار هنا هدوس ستارت انهانس، حلو. هيطلب مني ان هرفع الملف، هدوس تشوز فايل، وهنا ده الملف اللي انا مجهزه، هدوس اوبن عليه. كده الملف اترفع معانا عادي. هو بيبتدي تلقائي يعمل له ايه تعديل وتنقية وكل حاجة. فانا هستناه يخلص وارجع لكم ونكمل مع بعض الفيديو. تمام، جميل جدا ومخدش اي وقت معانا. هندوس هنا داونلود، حلو. هستناه ينزل معانا. ماشي، هو نزل، نفتحه على طول. تعال نسمع مع بعض الصوت قبل والصوت بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد، وده أول تسجيل ليا باستخدام الميكروفون العادي من غير أي فلتر أو تعديل. زي ما انتم سامعين كده في شوية ضوضاء في الخلفية وصوتي مش أنقى حاجة. دلوقتي هنجرب مع بعض دلوقتي هنجرب مع بعض أداة أدوبي انهانس سبيتش، اللي المفروض تنقي الصوت وتخليه كأنه مسجل في استوديو احترافي. تمام، زي ما احنا سمعنا دلوقتي الصوت وحش جدا، سيء، صوت المروحة ظاهر، صوتي مش نقي. جودة الصوت ضعيفة جدا. فتعالوا نشوف بقى الصوت بعد التعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد، وده أول تسجيل ليا باستخدام الميكروفون العادي من غير أي فلتر أو تعديل. زي ما انتوا سامعين كده في شوية ضوضاء في الخلفية وصوتي مش أنقى حاجة. دلوقتي هنجرب مع بعض أد... دلوقتي هنجرب مع بعض أداة أدوبي انهانس سبيتش، اللي المفروض تنقي الصوت وتخليه كأنه مستجل في استوديو احترافي. ده الصوت بعد التعديل يا جماعة. بصوا، لا حرفيا يعني حاجة جامدة، حاجة جامدة جدا يعني. انت بقى كده مش هتحتاج تشتري مايك احتراق ولا هتحتاج كل الكلام ده. طريقة سهلة جدا. أنا لحد هنا خلصت الشرح بتاعي. لو حاسس إنك استفدت وحتاج تشوف إيه تاني، متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، ومستني رأيك وتقييمك للفيديو. السلام عليكم.